الأهرامات كانت مقابر لملوك مصر فعلا ولا كان ليها وظيفة تانية؟ والوظيفة دي اللي قدروا يكتشفوها من 7000 سنة وفعلا هتبهر العالم. طب هل لو تم الاعتراف بيها هينسبوها للمصريين ولا لأ؟ طب خلينا نفترض انها كانت مقابر عادية للملوك وان بناها الملوك عشان يخلدوا ذكراهم. ليه الملك سنيفرو يبني 3 اهرامات بالاضافة للهرم الرابع اللي منسوب ليه في مديوم، وانه كان هرم للملك حني اخر ملوك الاسرة الثالثة، وان الهرم الاكبر ليه ما فيهوش اي موميا من مومياوات الملوك الفراعنة، وحتى الكتابات والنقوش الجنازية اللي بتكون موجودة على جدران المقابر الفرعونية مش موجودة. ولحد الآن العالم أصلا مش مصدق ولا معترف بطريقة بنى الأهرام، وبيقول إن اللي بناها هم مجموعة من الجان أو حتى الفضائيين. هيقدر يصدق ويعترف إن للأهرامات وظيفة كبيرة جدا ما نقدرش نستغنى عنها في حياتنا اليومية، وإن الفراعنة اكتشفوها من 7000 فاتوا، وإن العالم في ظل التكنولوجيا دي لسه مكتشفها من 100 عام بس في الزمن ده. في الحقيقة إن مصر الفرعونية والحضارة بالكامل فيها كتير من الحقائق اللي بيعتبرها العالم خيالية، وده بسبب التقدم اللي كانت فيه مصر الفرعونية. إيه هي حقيقة الأهرامات اللي مخفية عن العالم لحد الآن؟ ده هيخلينا نسأل نفسنا سؤالين: إزاي الفراعنة قدروا يبنوا الأهرامات؟ والسؤال التاني: إيه هي حقيقة الأهرامات؟ هل هي كانت مقابر ولا كان ليها وظيفة تانية؟ أنا حنين الغريب ودي حكاية القصة. من المعروف إن مصر بتمتلك 140 هرم موجودين في مناطق في محافظات مصر، اللي هي منطقة الجيزة ودهشور وأبو رواش وأبو صير ومناطق تانية. وأشهر 3 أهرامات هي أهرامات أسرة الرابعة، أهرامات الملك خوفو وخفرع ومنقورع. دول أشهر 3 أهرامات موجودين في مصر، وهم من عجائب الدنيا السبع. بس هم من عجائب الدنيا السبع ليه؟ هل بسبب الارتفاع؟ هي ارتفاعات كبيرة فعلا. الهرم الأكبر 138 متر، والهرم الأوسط 136 متر، والهرم الأصغر 65 متر. بس في الحقيقة الارتفاع بس مش كافي ان احنا نقول عليها انها من عجائب الدنيا السبعة. احنا ليه ما سألناش نفسنا ازاي الفراعنة قدروا انهم ينقلوا الحجارة دي، وازاي خلوها في الارتفاع الكبير ده جدا؟ وده اللي نظر ليه الغرب وخلاه مش مصدق ان ازاي الانسان في الوقت القديم بكل الادوات البدائية يبني الصرح العظيم ده. وده اللي هنعرفه، وهتكون إجابة الأول سؤال: إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات؟ وده اللي كان عليه عدة نظريات كبيرة، بعضها المقبول والبعض الآخر المرفوض. وزي ما قلنا إن في فرضيات بنى الأهرامات بعضها مرفوض والبعض الآخر مقبول إلى حد ما. أحد الفرضيات اللي مرفوضة اللي بتقول إن اللي بنى الأهرامات هم الفضائيين، ورغم إن الموضوع بيبان إنه شيء مضحك بالنسبة لبعض الناس، إلا إنه بالفعل منتشر مجموعة من الدراسات والأبحاث بخصوص الموضوع ده، وعدد كبير من الناس مؤمنين بإن الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات. لكن طبعا الكلام ده غير منطقي وغير منطقي بالمرة، ولكنها فرضية مش أكتر. ومن الفرضيات اللي مرفوضة أيضا إن الناس بتقول إن الفراعنة كانوا عبارة عن عمالقة، فبالتالي كانوا قادرين على رفع الحجارة بكل بساطة. بس الرأي ده مرفوض بدليل إن المومياوات اللي بتشكل جسم الإنسان الطبيعي جدا، وكل التوابيت كانت في حجم الإنسان الطبيعي، وده اللي بيخلي إن الفرضية دي مرفوضة برضو. أما الفرضيات اللي بتعتبر مقبولة أو ليست خيالية، هو إن الأحجار اللي اتبنى بيها الأهرامات اتنقلت من جنوب مصر لحد موقع الأهرامات، ونقلوا 2 مليون حجر وزنهم أطنان، وبعدها عملوا ساتر ترابي حوالين الهرم، وبعدين جروا عليها الحجارة الضخمة دي فوق بقر اسطواني من الخشب وشدوها بالأحبال عن طريق السيران والعمال. لكن فشلت، لأن علميا عشان الطريقة دي تتنفذ لازم الساتر الترابي يكون خرسانة مسلحة، لأن ساتر من التراب مستحيل يتحمل وزن 70 طن يتحرك عليه، لأنه ببساطة هينهار وهيهبط. أما إنهم اختاروا البقر الخشب فمش هيتحمل الأحجام دي كلها، ومحتاجين على الأقل عجلات من الصلب بتكون قوية، لأننا بنتكلم عن 70 طن، وبالتالي الطريقة دي غير صحيحة. ولو افترضنا انهم نفذوا الطريقة دي فحجم الساتر الترابي لازم أن يكون حجمه اكبر من حجم الهرم ب10 مرات. وبعض المفكرين بيقولوا ان بناء الساتر العملاق والطرق اللي حوالين الهرم وبعدين ازالتها بدون وجود اي اثر فده يعتبر صرح عملاق لوحده غير بنى الاهرامات. وبعدها بيظهر فرضيات عشان تؤيد الفرضية اللي قبلها، وهي بتقول إن الباحثين خمنوا إن الفراعنة أثناء شدهم للحجارة اللي كانت موجودة فوق البقر الخشب ده
كانوا بيرشوا عليها مية فيسهل حركة البقر وهيقلل القوة اللي محتاجينها عشان يحركوا الحجارة للنص تقريبا. أما بقى بالنسبة لنقطة إن بتقول إزاي الفراعنة نقلوا 2 مليون حجر ضخم من جنوب مصر لحد الجيزة، فالباحثين بيرجحوا إن المنطقة الصحراوية اللي فيها الهرم كانت عبارة عن منطقة نهرية وكان موجود فيها قنوات وتفريعات ساعدتهم على نقل الحجارة، لكن كلها محاولات لتبرير الطريقة السابقة. لكن مع كل ده ظلت الطريقة غير منطقية بالمرة وفيها تساؤلات كتير ملهاش إجابة، وإزاي قدروا يرفعوا الحجارة الضخمة دي كل الارتفاعات دي من غير أي طيارات أو معدات حديثة. لكن طبعا محدش جاوب. ازاي ايضا الحجارة الهرم متثبتة في بعضها بدون مواد اسمنتية؟ وكانت الاجابة زمان انهم ثبتوا الحجارة دي بطريقة ما تسمى بخلخلة الهواء، واللي معناها انهم بيحطوا حجرين فوق بعض وبطريقة ما بيفرغوا ذرات الهواء اللي موجودة بين الحجرين، وبالتالي بتبدأ الحجارة انها تتثبت فوق بعضها وكأن في مادة لاصقة بينهم. لكن مفيش اي دليل على الكلام ده، وده مجرد تخمين، وموضوع تفريغ الهواء ده هيحتاج تقنيات متقدمة جدا. وواحدة من أكتر الأمور المدهشة إنهم إزاي خلوا سطح الهرم مستوي بالشكل ده، مع إن الحجارة بتاعت الأهرامات على شكل المربعات والمستطيلات، والمفروض إن المكعبات دي منحوتة. تخيل بقى إن النحت ده بيتعمل بمعدات بدائية وبسيطة، واللي تعتبر في حد ذاتها عملية انتحارية. تسوية سطح 2 مليون حجر موضوع يحتاج لجهد خيالي وعمالة غير عادية، وبالتالي فكرة النحت الصخور غير منطقية. عشان يظهر لنا الحل اللي يعتبر من الممكن انه يتنفذ بالفعل، وهو ان المصريين صبوا الحجاره زي ما بنصب الخرسانه العاديه بالظبط، وان الصخور دي ولا اتنحتت ولا اي حاجه من الكلام ده. والكلام ده اللي قاله الباحث السويسري ايفون دانيكون والفرنسي جوزيف ديفيدوس. الاتنين دول قالوا ان الفراعنه كانوا عارفين طريقه عمل خلطه معينه بتكون صخر مصطنع اشد صلابه من الخرسانه اللي بنستخدمها النهارده، والخلطه دي كانت عباره عن مواد الكيميائيه اللي بيتم تسخينها، والطين والخليط لما بيجف بيشكلوا لنا بيبقوا زي الصخر الطبيعي بالظبط وبيعمر لالاف السنين. وبالفرضيه السهله دي قدرنا نحل كل المشاكل اللي قابلتنا في الفرضيات اللي قبلها، وان احنا هنكون في غنى ان احنا ننحت ونقطع الصخور بدقه عاليه، ومش هنحتاج ننقل الصخور لمسافات كبيره، ومش هنحتاج لرفع الصخور للارتفاع الكبير ده كله. طب ازاي العلماء دول قدروا انهم يعرفوا القصه دي؟ وده لأن العلماء وهم بيبحثوا في غرفة سرية جوه الهرم عرضوا الهرم لمجموعة من الأشعة، فلاحظوا إن الأجهزة بتديهم نتائج متضاربة وغير منطقية، مع إن الأجهزة سليمة وما فيهاش أي عطل. وكان التفسير الوحيد للي حصل إن الصخور بتاعة الهرم جواها كمية مية كبيرة جدا، وعلميا إن كمية المية دي مش ممكن تكون في صخور طبيعية، وده اللي خلاهم يميلوا لفكرة إن الصخور دي بتكون مصنعة أو إنها تكون صخور تم بنائها. وبعدها جه جوزيف عمل تجربة عملية بإنه يحاول يصنع نفس الخلطة شبيهة للخلطة دي، والتجربة فعلا نجحت وحصل على نتائج إيجابية، وفعلا قدر إنه يصنع صخور بالأحجام دي وكمان متلاصقة مع بعضها البعض. وحاليا القائمين على البحث بيحاولوا يوصلوا للخلطة اللي الفراعنة استخدموها، وبيقولوا إن سر الخلطة واحد من أسرار الفراعنة زي ما كانوا عارفين في الفلك والكيمياء والتحنيط. يعني في النهاية إن صخور الأهرامات كانت عبارة عن مادة أشبه بالخرسانة الأسمنتية السائلة، اتصبت في قوالب مستطيلة الشكل، ولما بتجف بتبقى صخور متماسكة، ودي الطريقة اللي بنوا بيها الصرح العظيم ده. ومش بعيد إنهم استخدموها في المعابد والمسلات الضخمة. وطبعا فرضية الصب دي مش هي الفرضية السليمة أو الأكيدة في بناء الأهرامات، لكن بنقول إن دي إلى حد ما أكتر الفرضيات المنطقية والمقبولة. وممكن في يوم من الأيام تظهر نظرية تانية توضح طريقة بناء الأهرام بصورة أوضح، ممكن تكون هي دي الطريقة الصحيحة اللي استخدمها المصريين. وبكده نكون جاوبنا على أول سؤال من سؤالنا، هو إزاي الفراعنة قدروا إنهم يبنوا الأهرامات.
وإذا كانت النظرية دي صح أو لا، فدايما المصريين القدماء هيفضلوا محل اهتمام ملايين البشر والعالم كله، وده بسبب تقدم الحضارة القديمة في كل المجالات، وإنها في الحقيقة عبارة عن كتلة من الغموض والأسرار والتقدم اللي بيجعلنا فخورين دايما بحضارتنا واللي قدروا يوصلوا ليه. والأكيد إن أسرارهم معظمها لسه وإن حتى طريقة بنى الأهرامات اللي لسه ما اتأكدتش لحد الآن إن ده بس مش هو الغموض الوحيد اللي موجود في الأهرامات، وإنما فيها حقيقة أكبر، وده اللي هيكون معانا في الجزء الثاني عشان نجاوب على السؤال إيه هي وظيفة الأهرامات؟ هل كانت مقابر للملوك فعلا ولا كان ليها وظيفة تانية؟